السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، ان شاء الله كامل تكونوا بخير، تكونوا بصحة وعافية وانتم تشاهدوا في هذا الفيديو. وصفتنا لنهار اليوم هي ماشطو، راح نديرو رولي ماشطو بالدجاج، راح يجي ما شاء الله في البنة وسهل في التحضير. راح نبداو على بركة الله. هنايا عندي اللوبيا الخضراء ولا الماشطو، راح نقلع عليها هذا الريصان، نشللها مليح ونديرها تفور. وعلى جهه راح نجيب زوج حبات زرودية نقشرهم ونديرهم يطيبوا في الماء والملح. وعلى جهة راح نجيب نجيب طنيجرة، راح ندير فيها زوج حبات بصل كبار نقطعهم شرائح بهذا الشكل، وثلاث حبات تاع طماطيش يكونوا متوسطين الحجم، راح نحيلهم ديك الزريعة ونقشرهم ونقطعهم مع ذاك البصل. هنا باه نطيبوا لاصوص تاع اللوبيا، نخلط كلش مع بعض، ندير الملح والزيت، هنا درت 3 مغارف كبار تاع الزيت، وندير كمية تاع الفلفل الكحل وكمية تاع الملح، نخلط كلش مع بعض، نزيد الفلفل العكري الحلو، واللي يبغي الحار كذلك تقدري تزيدي الحار، نخلط كلش مع بعض، نديرهم على جهه ونخليهم حتى نوجدوا لي بول تاع الدجاج تاعنا اللي زايدولنا في الاخير. هنايا عندي كميه تاع صدر الدجاج، درت له حبه بصل ربيتها، يعني درتها في الاشوار ولا تربيها، وراح ندير لها 3 سنات تاع ثوم يكونوا كبار شويه، ندير حبه بيض وزوج مغارف خبز محمص ومرحي يعني لا شابلوغ، وندير التوابل. درت هنا فلفل العكري الحلو، ودرت خلطة الشاورما، ودرت كمية تاع سلك الجبير وكمية تاع الكركم وكمية تاع الكمون والفلفل الكحل، وبالطبع الملح. نخلط كلش مع بعض. هنا تقدري تخلطي بيدك تلمديها كيما العجينة، يعني خلط مليح يدخلونا كامل هذوك التوابل وهذاك الثوم في الدجاج تاعنا بهذا الشكل. ومن بعد راح نشكلوا الرولي تاعنا عادي كيما نشكلوا اي رولي كما راكم تعرفوه. هنايا نقصص على حسب الحجم تاع الرولي اللي راح نديرو. نفرش هذاك الدجاج بهذا الشكل، نمشيه مليح بيدي، وهنا تبغي تكبري الرولي تاعك ولا تصغريه الحجم انتي تحكمي فيه. ومن بعد راح نجيب هذيك الماشطو ولا هذيك اللوبيا بعد ما فارت، راح نستفها بهذا الشكل حبه قدام حبه بهذه الطريقه. بعد ما كملت الجهه الفوقانيه راح نجي للجهه التحتانيه. هنايا ما راحش ندير الحبه كامله، راح نقطع هذا اللوبيا يعني على حسب اللحم تاعنا، وهذو اللي نقطعهم هما اللي راح نديرهم مع داك البصل وداك الطوماطيش في الاخير، يعني راح نطيبوها هذا النص هذا اللي نحوه نستفهم كامل، ومن بعد نقطعهم على جهه بهذه الطريقه احسن. نبه ما تديناش الوقت طويل، ومن بعد نقطعهم على جهه. ومن بعد نجيب ورق الطهي نديرو كميه تاع الزيت كميه قليله ونمسحو كامل بالبيانسو. باه الدجاج هذا كي من بعد كي نقلبو فوق هذيك اللوبيا ما يسقناش، على هذا لازم ديري الزيت في الورقه تاعك. نمشيه كامل كيما الخطره الاولى، ومن بعد نرفدو ونقلبو مباشره فوق هذيك اللوبيا بهذا الشكل. والجوايه هذوك اللي قعدوا فارغين راح نعاودو نسوديوهم، يعني راح نقلعوا الدجاج ولا من هذاك اللي بقى لنا نسودو بهم هذا الحواش، وهذه الزياده راح نحيها ونغلق بها. ونجيب الزروديه بعد ما طيبتها في الماء والملح
ومن بعد راح نلوي بهذا الشكل. طريقة سهلة يعني راهي امامكم. نلويها مليح ومن بعد نغلق الحواشي. نديرها في الالومنيوم. هنا كما تقدري تقسمي اللوروري تاعك كما تقدري ديريه كامل، يعني تقدري تقسميه وديري نصو في الالومنيوم. نعاود نلمو ونغلق عليه مليح. نديرو في الكسكاس ونخليه 45 دقيقة حتى يطيب لنا داك الدجاج مليح. نغلق عليه ونديرو الفور. وهنايا هذاك الدجاج اللي قعد لي راح نديرو كرات ونديرو مع هذاك البصل وهذاك الطماطيش. ندير كمية تاع الماء في يدي ولا زيت باش الكرات تجينا مكورة مليح. نشكل كرات صغار ونغطي عليه ونديرو فوق النار تكون قليلة، يعني ما ندير لا ماء لا والو، نديرو بلا ماء. هذاك البصل وهذيك الطماطيش هما اللي راحو يطيقوا لنا الماء في الطنجرة تاعنا ويديروا لنا هذيك لاصوص. شوفوا هنايا الماء كيفاش راهو، يعني المرق تاعنا راهو شوفوا ما درنالوش الماء. شوفوا كيف راه ما شاء الله. نخليه يطيب مليح هذاك البصل مع هذيك الطماطيش ونطفي عليه. وعلى تجي هنايا جبت هذيك اللوبيا يعني اللي قطعناها مع الحواشي مع ديك اللي قعدت لي. درت هنايا مغرف تاع مارغرين في المقله وخليتها ذابت. ومن بعد راح نتبل هذيك اللوبيا. بعد ما نتبلها راح نفرغها مباشره على الطنجره تاعنا ونخليها طيب مده 5 دقائق حتى 10 دقائق، يعني فقط تتجمر كلش راهو طايب عندنا. وهنا جبت الرولي تاعنا بعد ما طاب وهو سخون راح نقلع له هذاك الالومنيوم. شوفوا كيفاه جا. راح ندير كميه تاع المارغرين في المقله ونحمره. نحطو غير بشويه ونحاول نحمرو من كل الجواهي. نقلبو نحمروه من الجوايه كاع، يعني مره على مره ونقلبوه على جهه حتى يحمر كامل. راح نقلعوه بعد ما يحمر مليح ومن بعد راح نقطعوه. هنايا راهو واجد. ومن بعد قطعته بهذا الشكل. هاي قطعيه رونديلات. وهذا هو الشكل تاعو في الاخير. شوفوا كيفاه يجي. وهذه هي الوصفه تاعنا في الاخير. شوفوا كيفاه جات. هنايا راح نحطوها مع بعض في الطبسي. شوفوا ديك الماشطه كيفاه جات مجمره، جات ما شاء الله. ومن بعد راح نشكل هذوك الرونديلات اللي قطعناهم تاع اللحم مع اللوبيا. وصلنا لنهاية الفيديو ونتمنى الوصفة تعجبكم ونتمنى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات وتقولوا لي كيف خرجت معكم. وما تنسونيش بلايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.